في الحلقة اللي فاتت رجعنا بالزمن واتكلمنا عن تأسيس الاتحاد المصري لكرة السلة وإزاي بدأت رحلة اللعبة في مصر. لكن النهاردة هقولك معلومة لو قلتها لحد غالبا مش هيصدقها. مصر كانت بطلة أوروبا لكرة السلة. أيوة، زي ما أنا بقولك كده بالظبط. وده مش كلام على السوشيال ميديا، لأ ده كلام موثق في الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا. إزاي منتخب إفريقي فاز ببطولة أوروبا؟ تعالوا نرجع بالزمن لسنة 1949 ونحكي القصة كاملة. في سنة 49 كانت بطولة أوروبا لكرة السلة اليورو باسكت بتقام للمرة السادسة، ووقتها ما كانش فيه بطولة أفريقيا أصلا لأنها تأسست بعد كده بسنين. ومصر كانت من أقوى المنتخبات في المنطقة، وكانت عضو في المنافسات الأوروبية التابعة للفيبا. حصلت على حق استضافة البطولة، واختارت القاهرة لاستقبال الحدث التاريخي. كانوا 7 منتخبات مشاركين في البطولة: مصر، فرنسا، اليونان، هولندا، تركيا، ولبنان، وسوريا. كل المنتخبات دي كانت جاية لهدف واحد، وهو الفوز بلقب بطل أوروبا. لكن محدش كان متوقع إن منتخب مصر هيكون هو البطل. بدأ منتخب مصر البطولة بثقة كبيرة، الجمهور المصري كان مالي المدرجات، واللعيبة المصريين كانوا بيقدموا مستوى ولا أروع من كده. منتخب مصر قدر إن هو يحقق الفوز في جميع مبارياته الستة من غير ولا هزيمة في بطولة كانت تضم أفضل منتخبات أوروبا كلهم. في الوقت دوت وبعد نهاية البطولة وقفوا لعيبة منتخب مصر على منصة التتويج ورفعوا كأس بطل أوروبا لكرة السلة عام 1949 عشان مصر تبقى أول وآخر دولة غير أوروبية تفوز ببطولة أوروبا لكرة السلة، وإنجاز ما حصلش لغاية النهاردة. يمكن دلوقتي ناس بتسأل ليه مصر شاركت في بطولة أوروبا؟ إزاي دولة إفريقية تلعب بطولة أوروبا؟ ببساطة لأن بطولة أفريقيا لكرة السلة ما كانتش موجودة وقتها. الاتحاد الدولي بيضم مصر في المنافسات الأوروبية باعتبارها أقوى منتخب في المنطقة، لغاية ما بدأت بطولة أفريقيا لأول مرة عام 1962. ومن وقتها أصبحت مصر تشارك في البطولات الأفريقية بدلاً عن البطولات الأوروبية. معلومة محدش كتير يعرفها رغم إن الإنجاز دوت واحد من أعظم إنجازات الرياضة المصرية، إلا إن الناس كتير ما تعرفش عنه أي حاجة. وبعد ما السنين عدت بقى اللقب ده منسي عند أغلب جمهور الباسكت في مصر، رغم إنه موثق في سجلات الاتحاد الدولي لكرة السلة. تخيل منتخب مصر رفع كأس بطولة أوروبا قبل أكتر من 75 سنة. إنجاز تاريخي يثبت إن كرة السلة المصرية كان ليها مكانة كبيرة على المستوى الأفريقي والمستوى الدولي. يمكن الزمن اتغير لكن التاريخ ما اتغيرش. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات هل كنت تعرف إن مصر بطلة أوروبا ولا لأ. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية مع قصة جديدة من أغرب وأعظم القصص الرياضية في العالم.